سيدنا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من بعد الفيديو اللي تشاركنا معكم ديال الفصاله ديال الكندوره، هذه كندوره صيفيه خفيفه. هذا الموديل هذا تشاركت معكم في ستوري، يعني واحد الموديل ديالو، وطلبتوا لي بزاف انني نتشارك معكم الطريقه ديال الفصاله ديالو، الطريقه ديال الخياطه ديالو. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم جميع الخطوات، خطوه بخطوه، كيفاش ان شاء الله غادي نخيطوا هذا الموديل وكيفاش غادي نفصلوه. سبق لينا وتشاركنا معكم الفيديو ديال الفصاله، ودابا غادي نشاركوا معكم الفيديو ديال الخياطه، ونبداو معكم ان شاء الله الخطوات ديال الخياطه. اول حاجه غادي نقادوها معكم ان شاء الله هي الثوق ديال البياسه. غادي نجيبو ان شاء الله الجهه اللي فيها داك مقطعين فيها الثوق، داك الضوفات اللي مقطعين فيهم الثوق، ها هي هذه. نقادو معكم التويق، هذا هو الاول. اول حاجه من بعد ما كنديروها كنحاولوا اننا كنركبوا هذا الكارنيتور، هذا هو اول حاجه. غادي نركبوه هنايا. النصائح باش اننا نخيطوا هذا الكارنيتور هو اننا كنقادوا الطريفات مزيان وكنخدموه بواحد الطريقه اللي كيكون مطلوق فيها. كنقادو التويب ديالنا، نمشيو كنفوتوا هاد النقطه بسنتيم، كندوروا التويب ديالنا. ما نحاولوش نكونوا غاديين وندوروا مع الثوب، لا، دائما كنهزوا الصباط وندوروا باش يجيونا دوك القنيتات ديال الكول بارزين. كنعاودو ثاني نمشيو حتى للوسط بهاد الطريقه هادي، كنهزو ثاني وكندوروا ونمشيو ثاني خطوه بخطوه، يعني كل بلايصه كنخدموها بالطريقه هادي. هنا نكملوا هاد الطريقه هادي. المهم بعد ما قدينا يعني الكوتوره الاولى ديال الكول وهذا الكارنيتور هذا، نحاولوا اننا نديروا واحد الكرانات في القناه ديال هذا الكول هذا، في القناه بهذه الطريقه هذه، هما الاولين. من بعد ما كنديروا هاد الكرانات هما الاولين، كنديروا واحد الكرانات بشكل عشوائي كنطلقوا بهم الكول. هادو كنديروهم غير بشكل عشوائي، يعني ما كنركزوش عليهم، ولكن هادوك خاصنا نديروهم ثلاثه في القنت. دابا غادي نقلبوا الكول ديالنا لداخل بهذا الشكل هذا، وندوزو كوتوره ثانيه من على بعد نص سنتيم، ونفس الخطوات كيف كنقول لكم، نفس الخطوات، يعني كنقادو الكول ديالنا، نخدمو الكوتوره الاولى، ندورو الكول ديالنا، وكذلك هو مثال على جميع هاد القنيتات هادو. من بعد ما خدمنا الكول ديالنا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا هنا، دابا باش غادي نخدموا ليه داك يعني الشكل اللي بغينا، كنديروا واحد الخطوه لا بد منها. يعني كنحاولوا اننا كنتنيو هذا التويب هذا بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه، وكنتنيو ثاني كذلك ومثال هذا التويب هذا بهذه الطريقه هذه على القناه، على هذه الزوايا هذو، كنتنيو بهذا الشكل هذا، وكنصلحوه بهذه الطريقه هذه. يعني كنصلحوه باش كيولي عندنا هذا لاطراس ديال المصلوح هنا، وهذا لاطراس ديال المصلوح هنا، هو علاش كنخدموا البياسه ديالنا. هنا من بعد ما صلحنا دابا هاد الزوايا هادو او هاد القنيتات هادو، كيف كتشوفوا كيعطيونا واحد ثلاثه الزوايا، كيف كتشوفوا هاد العلامات هادو هما علاش كنخدموا حنايا بالنسبه لهاد الدونتيل او هاد الشكل اللي بغينا نخدمو. غادي نبدا معكم الطريقه الاولى. اول حاجه غادي نديرها هو انني غادي نخدم، اول حاجه هو انني غادي نخدم التويق ديالي بهاد الطريقه هادي. كنحاول نجي لهاد البلايصه هادي، كنحط دابا هاد الدونتيل هذا بهاد الشكل هذا، كنحط هاد الدونتيل هذا بهاد الشكل هذا، وكنخدمو من هنايا.
كنخدمو بهاد الطريقة هادي، وكنتني يعني في القنيطة ديال هاد البليصة هادي كنتنيه بهاد الشكل هذا باش تجيني الدورة بهاد الطريقة هادي كيف شفتو. هنا كنمشي على قود هاد لاطراس اللي درت ديال المصلوح، هو اش كنديها الكوتورة هادي، يعني باش هاد لاطراس ديال المصلوح هذا كندفن فيه داك الاخر ديال الدونتيل، داك يعني ديك النهاية ديال الدونتيل من هاد الجهة ومن هاد الجهة كندفنو في هاد البليصة هادي. كاين بعض الناس كيقطعوها القطيعة، ولكن انا كندير هاد المسألة هادي كتجي مزيانة ومفينية حتى من الداخل، ما كيبان حتى شي عيب هنا ولا شي حاجة، كتجي مزيانة ومفينية. والمهم على العموم هذه هي الطريقة باش كنخدم انا بالنسبة لهاد الموديل هذا. من بعد ما دوز دابا الكوتورة الأولى غادي نحاول أنني نتبس الدونتيل من الجهة الثانية هادي. من بعد ما ثبت الدونتيل بهاد الطريقة هادي غادي نحاول نجي وندوز واحد الكوتورة أخرى أو واحد الدونتيل، يعني دورة ديال الدونتيل أخرى من الأسفل، من الأسفل ديال هاد الدورة هادي. بالنسبة للابار نحاول أنني نخلي هنايا واحد تقريبا واحد 2 سنتيم ولا سنتيم ونص، وكتكون عيني ميزاني. إلا ما كنتش عارف كيفاش نخلي يعني واحد الابار اللي هو مضبوط، كنجيب واحد الطريف ديال الورق بهاد الطريقة هادي، كنقادو كنعبر عليه داكشي اللي بغيت نخلي، ونحاول أنني نحطو بهاد الطريقة هادي ونسطر عليه بهاد الشكل هذا. كنحطو بهاد الطريقة هادي ونسطر عليه، يعني باش يبقى ليا هاد الخطيط هذا مقاد تماما، في حالة إلا ما كنتش عرفت كيفاش ندي داك لابار ديالي مضبوط بهاد الشكل هذا من هاد الجهة ومن هاد الجهة بهاد الطريقة هادي. كنسطر عليه يعني كيبقى ليا ديك لاطراس مقاد. من بعد ما خدمت دابا التويق ديالي بهاد الطريقة هادي كيف كتشوفوا كيطلع عندي بهاد الشكل هذا. هنا كنحاول انني كندير واحد البوينطه كنعمر بها هاد البليصه هادي باش كتجي الامور مزيانه. كنجيب دابا واحد الطريف كيف قلت لكم فيه شي 4 سنتيم في العرض ديالو، وتقريبا شي 50 سنتيم ولا 55 ولا 60 سنتيم، ونحاول انني ندوبلو بهاد الطريقه هادي على جوج، ندوبلو بهاد الطريقه هادي على جوج، وندوبلو كذلك كوميتال على 4. المهم اهم حاجه هو انني خاصني نحصل على هاد ليسباس او هاد المساحه هادي اللي كاينه هنا، نحصل على واحد يعني واحد البانطه اللي تكون قاداني في هاد البليصه هادي. دابا انا غادي نتني هاد التويب هذا بهاد الطريقه هادي من هنا ومن هنا. من بعد ما درت هاد البوينت بهاد الطريقه هادي نحاول انني نجي لهاد الجهه هادي بهاد الطريقه هادي، نبداها من هنا نحطها بهاد الطريقه هادي، وندوزها في هاد البلايصه هادي. بالنسبه لهاد البوينت هادي كتعطينا يعني واحد التشكيل تا هو كتزيد ديك الجماليه. كتوقف لينا التويب من هنايا، كيجي هنايا البلايصه واقفه في الثوق، كيبقى لينا الثوق مقاد.
بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا كتجي هاد البوينطه هذه حتى هي كتزيد واحد الجماليه هنايا. نحاولوا اننا نقطعوا الطريفات هادو كيشيطوا لنا هنايا، نفينيوهم مزيان. هاد لي طاش اللي كيكونوا عندنا هنا كنحاولوا نخلي ما نشدوهمش يعني بالماكينه بشكل عشوائي، خصنا تكون عندنا هاد الكتل هادي مقاده لينا من هنا ومن هنا، باش دابا في النهايه اننا كنديروا هاد الفينيسيون، كنقلبوا هاد الطريف هذا بهذا الشكل هذا، وكنجيو كنشدو من هنا تقريبا واحد ربع سنتيم بهاد الطريقه هادي، من هاد الجهه ومن هاد الجهه. باش كنفينيو داك يعني داك الشيء ديك الاخر ديال الدونتيل كنفينيو وكنغبروه هنا بهاد الطريقه هادي. غادي ندوز دابا المصلوح على هاد البيصه هادي باش تشوفوا النتيجه النهائيه، باش نكمل معكم الخدمه. كيف كتشوفوا الشكل كيجينا بهاد الطريقه هادي. دابا كنحاولوا اننا نديروا واحد لي بابيون صغيره هنايا، واحد التويب يعني كنختاروا مثلا واحد 4 سنتيم ولا 3 سنتيم، وفيه تقريبا واحد 30 سنتيم. نحاولوا تا هو بنفس الطريقه كندوروا بهاد الطريقه هادي، يكون رقيق شويه على هذاك الاخر، نخليوش عريض لاننا باغي نزوقوا به، من الافضل انه يكون رقيق شويه. كنربعوه حتى هو بهاد الطريقه هادي، كندوروا على 4. من بعد ما ضوبناه بهاد الطريقه هادي كنحاولوا اننا كنجيو لهاد البلايصه الوسط هنايا وكنديروا واحد لي بابيون صغيره بهاد الطريقه هادي، اولا وريده بهاد الشكل هذا. كنديروا هاد الوريده هادي بهاد الشكل هذا، كنقادو بها هنايا الوسط. دابا نكملوا معكم الخطوات ديال الخياطه، ندوزو ان شاء الله نقادو معكم الجويبات هما الاولين. كنتنيو هنا هاد نص سنتيم بهاد الشكل هذا، نجيبو الطوطين ديال الجيب نركبوه. من بعد ما دوزنا دابا التويق والجويبات، نحاولوا اننا غادي نخدموا معكم الكميمات. نطويو هنايا واحد تقريبا واحد سنتيم ولا سنتيم ونص. ونركبوا دابا الدونتيل ديالنا في الكميمات في الراس ديالكم. بعد ما قادين الكميمات دابا غادي ندوزو ونقادو نجمعو البياسه باش نركبو لها الكميمات. كنجيبو الطريف ديال الظهر هو هذا اول حاجه، وكنجيبو الطرف ديال الامام حتى هو، كنحاولوا اننا كنزديوهم مع الكتاف. من بعد كنجيبو دابا هاد الكارنيتور ديال الخلف،
نحطوه بهذا الشكل هذا، ندورو ليه الكتوره ديالو حتى هو. من بعد ما قادينا دابا الكارنيتور ديالنا، كنحاولو نديرو هاد الكرينات الثاني كذلك ومثال نفس الخطوات اللي درناها في الكارنيتور ديال الامام. دابا نقلبوه بهذا الشكل هذا، نبداو الخياطه ديالنا مع هاد البليصه هادي كما هكا. دابا غادي نبداو نركبو معكم الكميمات ان شاء الله. اول خطوه غادي نجيبو الطريف ديالنا بهذه الطريقه هذه، نجيبو الكميم هو هذا، نحاولو اننا نعبرو الوسط ديال الكم بهذا الشكل هذا، نديرو واحد الكرينه في الوسط. نحاولو هاد الكرينه هادي تجينا مقاده لينا مع الكتاف، مع هاد البليصه هادي ديال الكتف، تجينا هاد الكرينه هادي مقاده لينا مع الكتف، باش ما يجيناش يعني الكم هارب لينا شي جهه. الكم الثاني كنركبو تا هو بنفس الطريقه ونفس الخطوات. دابا غادي نجمعو البياسه من الجوانب. بالنسبه للجموع دائما انا كنطلع به من الاسفل، كيجيني الجموع مزيان، ما كتجي حتى شي تشراب ولا شي حاجه، وكتجي الجناب مقادين تماما. غادي نبدا دابا الجموع ديالي مع هاد البليصه هادي، كنقاد الجناب ديال البياسه. الا هبطتي به من الفوق احيانا كتلقى بان هاد التواب هادو كيشيط لك واحد كبر من واحد، ملي كتحتاج انك كتيري واحد وترخي واحد، البياسه كتجي فيها واحد الكونفلاج في الجناب وكيجي فيها واحد الديفو. لهذا من الافضل اننا نمشيو من الاول نقاد الخدمه ديالنا. هنا كيف كتشوفوا كيجينا الخدمه مقاده لينا تماما. دابا غادي ندوزو التكفيفه ديال الاسفل، التكفيفه ديال التحت الجلال هذا، نحاولوا اننا نكفو فيها هذوك 2 سنتيم اللي كنخليو، ولا سنتيم ونص ولا سنتيم، ولا داكشي اللي كنخليو في الفصاله ديالنا. نحاولوا اننا نتنيوه بهذه الطريقه هذه. بما ان الجلال كنديروه دائري واحد شويه، كنحاولوا نطبقوا هذه الخطوات هذه باش يجينا مقاد في التكفيفه ديالو، ما يجيناش في شي عوجيه ولا شي حاجه. نحاولوا بعد ما كنحطوا البياسه ديالنا بهذه الطريقه هذه، كنتيريو هذا التويب التحتاني وهذا الفوقاني كنحطوه بهذا الشكل عادي. كيف كتشوفوا كتجي التكفيفه مقاده لينا تماما، ما كتجي فيها لا كونفلاج لا رولاج لا حتى حاجه، لا عوجيه حتى حاجه.
تعالوا معنا نصلحوا هذه البياسه هذه باش نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالها. دابا غادي نجيبوا البياسه ديالنا ونصلحوها معكم ان شاء الله. كنتمنى ان هذا الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا توفقنا في هذا الدرس هذا وصلنا لكم المعلومه بشكل جيد. نبداو معكم ان شاء الله التصليح ونعطيكم واحد النصيحه كيفاش تصلحوا هاد البيجامات هادو، يعني الطريقه الصحيحه باش ما توقعوش في شي مشكل، لان بعض الاحيان حتى كنخدموا البياسه وكنضربوا لها تماره المصلوح راه كيخسرها، لان راه كيعوج المصلوح هاد البيجامات هادو. هو لا عوج ديك البيجامه حاول انك غير تغطسها في الماء وتعاود يعني تصلحها بالطريقه الصحيحه وتحل لك المشكل. الجويبات ديالنا راه هما هادو اللي صايبنا كيف كتشوفوا، كيعطيو حتى هما واحد الجماليه. بالنسبه للناس الا طلبوهم لكم من ضروري ديروهم، الا ما طلبوهمش كاين بعض الناس ما يبغيوهمش، ولكن قلال اللي كيبغيش الجياب. كنلقى وحده انا في تقريبا وحده في المية ولا 2% اللي كيقول لك ما ديرش ليا الجياب، وشي يعني كيفضل انهم يكونوا فيهم الجياب. بالنسبه للمشكل اللي كنوقعوا فيه بعض الاحيان في هذا التصليح ديال البيجامات هادو، هما اننا الا بدينا كنصلحوا في البياسه كنحاولوا اننا كنطلقوا عليها البخار وكنبداو كنتيريو في البياسه بهذه الطريقه هذه، كنتيريو في البياسه. هنا هذا الثوب هذا اللي طلقنا عليه البخار وتيريناه كيتبعنا، يعني فين ما طلقنا البخار وتيريناه كيتبعنا. حتى بالنسبه للسيده الا كانت مثلا جاها شي شويه قصير، مثلا خصها واحد 2 صباع ولا 3، راه بمجرد اننا نطلقوا عليه لافابور بهذه الطريقه هذه ونتيريوه واحد شويه بهذا الشكل هذا، كيتزاد في الطول، يعني تقدر تزادنا فيه واحد 3 سنتيم ولا 4 سنتيم. يعني نحاولوا دائما ما نتيريوش هاد القنات هادو نحاولوا دائما ما نتيريوهمش. بهاد الطريقه هادي نكونوا كملنا معكم هاد القنيديره هادي. كيف كتشوفوا الفصيله راه جات كلوش بهاد الشكل هذا. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكون الفكره وصلتكم بشكل جيد. كيف شفتوا الشكل ديالنا هو هذا اللي حصلنا عليه. دابا غادي ندوزو نصلحوا معكم الشكل الثاني، راه نفس الموديل، وهذا واحد راه تشاركنا معكم كيفاش خدمناه من الاول حتى الاخر في صاله وخدمه، وهذا ما تشاركناش معكم، ولكن نفس يعني الخطوات تماما، باستثناء اننا درنا يعني خالفنا اليوم الدونتيل، اللوين ديال الدونتيل خالفناه. هذا درنا في هذا البيج هذا اللي كاين عندنا هنا، وهذاك درنا فيه داك المارون اللي كاين عندنا حتى هو راه كاين في نفس البياسه. دابا غادي نصلح معكم هذه البياسه هذه بالخف. بالنسبه للعبارات راه هذه كبيره شويه على الاخرى، يعني فصلناهم مختلفين شويه في العبارات. المهم الموديل ديالنا هو هذا اللي حصلنا عليه. كيف كتشوفوا الثاني واحد راه تشاركنا معكم، واحد راه خدمناه، ولكن راه نفس الخطوات، يعني ما يمكنش لينا نشاركوا معكم جوج موديلات في نفس الخدمه ونفس الطريقه، نفس الصاله نفس الخدمه. عطيونا الراي ديالكم ان هو اللي جا احسن، واش هذا اللي بالقهوي ولا هذا اللي بالبيج، ولا بجوج جاو يعني زوينين كيف كتشوفوا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالنا، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا
التقديمه ديالو كيفاش جات. وبالنسبه للثاني حتى هو خدمناه بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. بالنسبه للدونتيل خالفناهم. هذا درنا ليه هذا البيج هذا، درنا ليه هذا البيج هذا، وهذا درنا ليه المارو. عطيونا الراي ديالكم اين اللي جا افضل واحسن. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش علينا بلايك وديروا اشتراك للقناه اللي مازال ما اشتركش. نتلاقاو معكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.